السلام عليكم. المناورات الروسية البحرية في البحرين الأسود والمتوسط تسلط الضوء على سباق تسلح عالمي فاق نظيره خلال حقبة الحرب الباردة. حسب تصنيف الدراسة السنوية لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي سيبري تحت عنوان التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، يتبين أن الدول الأكثر سعيا للتسلح في العالم هي نفسها الدول الأكثر انخراطا في الأزمة السورية. الولايات المتحدة تتربع على عرش الدول الأكثر تسلحا في العالم. ارتفع حجم إنفاقها العسكري من 279 مليار دولار عام 2001 إلى 699 مليارا عام 2010، بما معدله 4.8% من ناتجها المحلي. أما الصين فقد ارتفع إنفاقها العسكري إلى أكثر من 200% خلال العشرية الأخيرة، ليبلغ 119 مليار دولار، ما يقارب 2.2% من إجمالي ناتجها المحلي. فيما تحتل روسيا المرتبة الخامسة بإنفاقها ما يعادل 4.2 من إجمالي ناتجها المحلي على التسلح، حيث ارتفع حجم إنفاقها العسكري من 28 مليار دولار فاصلة 8 إلى 58 مليارا فاصلة 6. إسرائيل بدورها ارتفع حجم إنفاقها العسكري إلى 14 مليار دولار بمعدل 6.2% من إجمالي ناتجها المحلي. إيران كذلك دخلت سباق التسلح، حيث ارتفع حجم إنفاقها العسكري لعام 2006 إلى 15 مليار دولار فاصلة 4، فيما تسترت على بقية نفقاتها بداية من 2007. وبارتفاع إنفاقها العسكري إلى 45 مليار دولار فاصلة 2، تحتل السعودية المرتبة السابعة عالميا على صعيد الدول الأكثر إنفاقا على السلاح، بما معدله 11.2 من إجمالي ناتجها المحلي. تركيا تحتل المرتبة الخامسة عشرة عالميا، حيث بلغ إنفاقها العسكري 17 مليار دولار فاصلة 5، أي ما يقارب 2.4% من ناتجها المحلي. أما سوريا فقد ارتفع إنفاقها العسكري المعلن من مليار دولار فاصلة 8 إلى ملياري دولار فاصلة 2 عام 2010، بمعدل 4% من إنتاجها القومي. هذا وتحتل شركات الأسلحة الأمريكية والبريطانية المراكز الأولى في تصنيف الشركات الكبرى الأكثر إنتاجا للسلاح في العالم، لعل من أبرزها لوكهيد مارتن وبي اي سيستمز وبوينغ ونورث جروب جرومان وجنرال دايناميكس. إذن مئات مليارات الدولارات تنفق سنويا على التسلح في عالم يعاني أزمات اقتصادية وبيئية وإنسانية حادة، مليارات كانت كفيلة بحل جميع أزمات هذا العالم. عودة إلى النشرة.